بقول لك يا زكي، انا كل يوم افول السكوتر وبرضه السكوتر بياكل مني بنزين. بس كده سهله. بص بقى يا صديقي، عشان تتلاشى مشكله استهلاك البنزين، اول حاجه عندك الفلتر ما ينفعش يقعد الفتره اللي يوصل فيها للمرحله دي. يعني الفلتر ده انت عديت عليه بتاع 3 4 غيارات زيت، وصل ان هو اتسد، وصل ان الوساخه اللي عليه مسكت في الورق ذات نفسه، فانت كده السكوتر مكتوم، ضغط البنزين هيبقى عالي. تاني حاجه لما تروح لحد ينظف كربراتير، خليه يشيك لك على حساس الايدل، حساس التسخين بمعنى صح، اللي احنا هنحله دلوقتي وهبين لك مشكلته برده ايه. اكبر حاجه بتسبب معايا استهلاك بنزين عالي هو حساس الايدل، حساس التسخين المسؤول عن تسخين السكوتر الصبح. ده المفروض بيفتح يدي دفعه بنزين عاليه تسخن السكوتر معاك الصبح. لو ما قفلش بالشكل الكافي هيؤدي لاستهلاك بنزين عالي، السكوتر هيبقى مغربل، يعلى ويوطى. اكبر سبب استهلاك البنزين العالي. انصح اي حد بيروح ينظف كربراتير يشيك على حساس الايدل. مشكله او لا، مشكلتك بقى اتلخصت في فلتر هواء وصيانه كربراتير، كده الدنيا تمام معاك. بق بنزين هيلففك اسكندريه كلها. سلام.